الجيش المصري درع مصر وسيفها وحائط الصد اللي قطع ايد الارهاب لما حاولت تتمد على البلد. ده غير الصراعات المتصاعدة في المنطقة. كان لازم الجيش المصري يطور امكانياته العسكرية والاسلحة الموجودة ضمن صفوفه، وده اللي قالته وكالة سبوتينج الروسية اللي اتكلمت عن اخطر 6 اسلحة دخلت الخدمة في مصر، وكان اولها صاروخ موسكيت، واللي يعتبر اقوى الاسلحة البحرية على مستوى العالم في كل التصنيفات العالمية للاسلحة الاكثر تدميرا. والصاروخ ده بيخدم في جيوش روسيا والصين ومصر فقط. ومن مميزات الصاروخ ده انه بيطير على ارتفاع 20 متر من سطح المية، وبتصل سرعة اندفاع الصاروخ ل 470 متر في الثانية، وهي اسرع من سرعة الصوت، وده بيخلي التصدي ليه عملية صعبة جدا. مروحية مي 8، ودي واحدة من أكتر المروحيات إنتاجا على مستوى العالم، بتعداد يصل إلى 12,000 طائرة، وبتستخدم في أكتر من 50 دولة سواء مدنيا أو عسكريا. الطيارة دي تقدر تشيل 24 جندي بكامل معداتهم، وكمان بتستخدم لإخلاء الجرحى وكمان كسح الألغام. ومصر استعانت بيها في تطهير قناة السويس من الألغام بعد حرب 73. طائرات رافال تتميز بسرعة قصوى تبلغ 2000 كيلو متر في الارتفاعات العالية، وكمان تمتلك رادار مميز قادر على تعقب 40 هدف مختلف، واكتشاف حتى الطائرات اللي بتحلق تحتها، والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة. وكمان تتميز بقدرات المناورة وغزارة النيران والقدرة على الاشتباك والدقة في إصابة أهدافها. كمان بصمتها الرادارية صغيرة، عشان كده يصعب ترقبها أو رصدها. ده غير إنها بتحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة جو وجو سطح، من أهمها الميكا والميتيور والأكسوسيت. حاملة الطائرات مسترال. تعرف المسترال بأنها سفينة الإبرار والقيادة، وده عشان بتقدر تشيل 700 جندي عليها و16 مروحية وحوالي 50 عربة مدرعة و40 دبابة. ده غير إنها مجهزة بمستشفى داخلي بيضم 69 سرير للمصابين. الغواصة 209 هي غواصة هجومية تستطيع الإبحار لمسافة 11,000 ميل بحري، وتصل سرعتها ل 21 عقدة، وليها القدرة على إطلاق الصواريخ والتوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، واللي بيمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري. صواريخ S-300 هي منظومة دفاع جوي صاروخية بعيدة المدى، وهي من الأنظمة القديرة في العالم القادرة على إسقاط الطائرات والصواريخ الباليستية على مدى حتى 400 كيلو متر، وبإمكانها تدمير الأهداف حتى ارتفاع 27 كيلو متر. والمنظومة مجهزة برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدف في نفس الوقت، والنظام يحتاج 5 دقايق فقط ليكون جاهزا للإطلاق والطير. ولسه الجيش مستمر في تطوير قدراته وتسليحه علشان يكون دايما جاهز وقادر على حماية مصر من أي خطر داخلي أو خارجي، علشان المصري يفضل دايما ماشي رافع راسه وحاسس بالأمان.